بره اللي انت اعلامي وكده وكابتن كبير، انت زي والدي بالظبط، وانا بشكر حضرتك على يعني تدعيمك ليا. وانا الحمد لله انا بقالي فتره بتمرن لوحدي، يعني قعدت من النادي بس معايا مدرب فيتنس بيمرني لوحدي كويس. ومستر كوبر عارف كده والحمد لله قدرت ان انا يعني انزل وابقى قادر، يعني الحمد لله اقدر اعمل جون وابقى كويس يعني الحمد لله. محمود، من البدايه مسجلين من الدقيقه الثانيه راكبين المباراه بلغه كره القدم، ايه اللي اتغير في منتخب مصر من وجهه نظرك؟ مفيش والله، هو اللعيبه دلوقتي اللي موجوده في منتخب مصر كلهم اعمارهم صغيره وكلهم ما شاء الله بيبتدوا حياتهم، فكلهم عايزين يعملوا حاجه لبلدهم وعايزين يعملوا حاجه لنفسهم. فان شاء الله احنا بنوعد المصريين ان شاء الله الفتره الجايه الفرقه اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده ان شاء الله هيقدروا يعملوا حاجه للمنتخب، حاجه كبيره ان شاء الله يعني اكتر منهم متخيلين باذن الله. هذا الفوز في عقر دار تشاد، ايا كان فريق قوي ولا فريق ضعيف، مع تعادل نيجيريا مع تنزانيا، بيديكوا امال انه لا، بطوله افريقيا بالتاكيد لازم هنتاهل، ومن ثم ان شاء الله الوصول لكاس العالم ومصر تستعيد مره اخرى مكانها ومكانتها يا محمود؟ احنا ان شاء الله احنا بناخد كل ماتش بماتش، مش عايز اقول لحضرتك ان احنا ان شاء الله هنصعد وهنكسب نيجيريا ونكسب، مش هنسد، احنا ان شاء الله بناخد كل ماتش بماتش والفرقه مركزه. وهنا الاجواء حضرتك كانت صعبه جدا يا كابتن، ما حدش هيحس باللي احنا كنا حاسينه، والملعب نجيل صناعي والجو درجه الحراره مش عارف 50 الجو صعب قوي. وان شاء الله الماتشات الجايه باذن الله هناخد ماتش ان شاء الله ونقدر نوصل لبطوله افريقيا ونفكر في طموحه جديده ان شاء الله بعد ما نوصل باذن الله. كوبر قال لكم ايه قبل المباراه؟ قال لكم ايه ما بين الشوطين؟ قال لكم ايه بعد المباراه؟ ما فيش والله يا كابتن، هو كله كلامه اللي احنا لازم نفرح الناس اللي قاعده في بلدنا بتألف بقالهم كتير ما فرحوش، ولازم نوصل لكاس افريقيا ولازم نعمل حاجه لبلدنا، واللعيبه كلها كانت عارفه كده كويس ويعني الحمد لله اللعيبه النهارده اعتقد يعني هم قدروا يفرحوا المصريين النهارده. ايه الفرق بين كوبر وغيره؟ يعني الناس، انا حاسس ان انتم مقتنعين جدا بالراجل، بتتكلموا عن راجل كلام انه لا، مدرب محترم، مدرب قوي، مدرب الحقيقه بيأدي بشكل جيد. هو طبعا المدربين طبعا دربونا كلهم مدربين كويسين جدا أكيد. ومدربين جامدين، المصريين والاجانب كلهم. بس مستر كوبر دلوقتي يعني هو ماشي معانا بطولات كويسه وداخل جوانا كأنه اخونا وبيكلمنا على طول عن المعسكرات، طب انتوا محتاجين حاجه، طب حد كده، يعني اللي هو داخل اكنه واحد مصري عايش معانا. المعامله حلوه على طول معانا مع اللعيبه ومفيش عصبيه، مفيش شده، مفيش الحاجات ديت، وحاسين اللي هو مصري يعني. حتى كلامه هو بيتكلم معانا في الماتشات وكده بيتكلم على اللي هو مصري، مش حاسه اجنبي يعني. قصه الاهلي والزمالك ان شاء الله الفتره صحيح. الجايه قصه الاهلي والزمالك الناس كانت متخوفه منها الحقيقه قبل اللقاء، وكان يعني الدنيا فيها عصبيه، اتعالجت ازاي جوه المعسكر يا محمود؟ مفيش الكلام ده خالص. انا راجل بلعب في الاهلي، قاعد مع عمر جابر في الاوضه، والعيله كتير قاعده في اوضه مع بعض، وكلنا اخوات، مفيش الكلام اللي هم بيقولوه خالص ده. مفيش الشده اللي هي بتاعت الجماهير، كلنا اخوات في بعض ومفيش الكلام ده خالص، كلنا واحد، الفرقه كلها واحد. وبعدين احنا انت هتتخانق معايا في الملعب، انا وانت هنتقابل ثاني في المنتخب وهنبقى اصحاب. مفيش اللي هو الشده، بس ممكن يكون شده ماتش اللي هو اهلي وزمالك، انا اهلاوي وانت زملكاوي فانا عايز اكسبك، بس غير كده انما بنوصل للمنتخب نبقى كلنا روح واحده. النهارده باسم مرسي بيسجل 3 اهداف، وكهربا بيسجل هدف، ومحمد صلاح بيسجل هدف، يعني 5 اهداف. وكنا قريبين نسجل 3 4 اهداف كمان. الشناوي بيتألق في حراسه المرمى. شايف انه ده و3 اهداف في تنزانيا، شايف ان احنا بدأنا نعرف طريق المرمى وفريقنا يبقى ايجابي على المرمى اكتر يا تريزيجيه؟ انا بقول لحضرتك يا كابتن ما شاء الله النهارده اللعيبه جابت اجوان، بس ما شاء الله جابت اجوان، وكهربا جاب جول وصلاح. اللعيبه دلوقتي بقول لحضرتك اللي كلهم صغيرين وكلهم عايزين يعملوا حاجه لبلدهم، عايزين يعملوا اسم. ده صحيح. فانت هتلاقي ان شاء الله الفتره الجايه هتلاقي في جديد، حاجات جديده كتير، في حاجات جديده. اللعيبه الموجوده نبقى كلنا واحده ان شاء الله، ونبقى قلبنا على قلب المنتخب وقلب المصريين كلهم، اللي احنا هنفرحهم ان شاء الله ونوصلهم حاجه كبيره، وان شاء الله نكمل كمان مسيرنا مع كابتن حسام بدري في الاولمبياد ونعمل حاجه كبيره ان شاء الله. كابتن حسام بدري بيتعب معانا طبعا جدا في المنتخب، وجزء من اللعيبه كتير جدا في المنتخب الاولمبي بتاع دلوقتي في المنتخب الاول اساسي، وان شاء الله تدعمنا برضه للكابتن حسام بدري في المنتخب، وان شاء الله نوصل باذن الله نعمل حاجه ببلدنا كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اسالك عن نفسك بقى، ان شاء الله امتى السفر الى بلجيكا باذن الله؟ خلصت التاشيره وكده ولا لسه؟ خلاص الحمد لله. انا كنت مسافر خلاص يوم الخميس اللي فات، فلسه كوبر
كلم اندرلخت، واندرلخت كان في اتفاق بينهم هما الاثنين، والحمد لله ان انا جيت المنتخب، منتخب بلدي طبعا، وما رضيتش يعني ان انا اسافر دلوقتي وكده. بس فان شاء الله اسافر يوم الاربعاء، هرجع يوم الثلاث واسافر يوم الاربعاء الصبح ان شاء الله. على طول بقى على طول. على طول بالسلامه ان شاء الله. وهتعمل كشف طبي الاول يا محمود؟ كشف الطب ان شاء الله، بس يعني ان شاء الله مفيش حاجه يعني، كشف الطب ده عادي يعني. لا ده روتيني، ما انا عارف روتيني عادي، بس بقى هوصيك باللغه لازم تبقى تجيد الانجليزيه، ولو عرفت كمان تتكلم فرنساوي هيبقى كويس قوي الفتره اللي جايه. ده اذا كنت عايز تعيش بره وتعيش محترف، عايزينك ما ترجعش غير وانت معتزل في مصر باذن الله يا محمود. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا بتمنى ان انا اعمل حاجه لبلدي واعمل حاجه للنادي الاهلي طبعا، اللي ليه الفضل عليا، اللي عمل اسم تريزيجيه. نعم. اتمنى الناس اللي كانت بتشجعني وكانت قلبها معايا وكانت بتشجعني وانا في الاهلي يبقوا معايا وانا بره، وان شاء الله اعمل حاجه بره وارفع اسم النادي الاهلي فوق اي حد ان شاء الله، وابقى حاجه كويسه ان شاء الله لمصر كلها باذن الله. هتنزل على الحاجه والحاج في كفر الشيخ بقى اول ما تيجي، ولا هتعمل ايه؟ معناها انا هوصل ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 6، هنزل اسلم عليهم، هرجع البلد اقعد معاهم شويه واسلم عليهم وارجع على الطياره على طول. الطياره تبقى الساعه 11 الصبح، هسافر على طول ان شاء الله. قلت لك جايز لك ايه؟ هتعشيك ايه؟ فطير ولا هتعشيك برام رز ولا هتعمل لك ايه؟ قول لي. لا هم اليوم بدون خير وبركه والله. هي اللي هي الواحد ماشي ببركه دعاء وبركه دعاء اخواتي. وكنت بتمنى يكون والدي يكون موجود، الله يرحمه، كنت بتمنى يكون موجود معايا ويشوفني وانا متقدم كده، كان نفسي ابقى كده. والحمد لله انا يعني هو بوصله الحاجات دي، هو في الجنه ان شاء الله. في الجنه باذن الله، وربنا يوفقك يا محمود باذن الله وبالسلامه يا حبيبي، وربنا يكرمك، وباذن الله نبارك لك ونبقى متابعينك وانت متالق مع اندرلخت، فريق من فرق قويه في الدوريات الاوروبيه. بشكرك يا محمود، وكل التمنيات بالتوفيق باذن الله. محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني.